بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة. إخوتي أخواتي الكرام الفضلاء، أحييكم مجددا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني فاستبقوا الخيرات. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث بصورة موجزة ميسرة بتيسير من الله عز وجل عن سورة العصر. سورة العصر من منا لا يحفظها؟ أجزم بأن الصغار والكبار يحفظونها، أولا لقصر آياتها ولسهولة قراءتها ولعظيم المعاني التي احتوتها وتضمنتها. سورة العصر هذه السورة التي يقول فيها المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة رغم قصر عدد آياتها، رغم قصر عدد كلماتها وقلتها، إلا أنها حوت العقائد والمعاملات والأخلاق والسلوكيات. سورة العصر قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل: لو لم ينزل من القرآن على الناس إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس أجمعين. الله أكبر. يعني الإمام الشافعي هذا العالم الجليل الرباني العابد الزاهد يقول: لو أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل من القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت ولكانت حجة على الناس أجمعين، لأن فيها من المعاني العظيمة، وفيها من التوجيهات، وفيها من الإرشادات ومن الإشارات ما الله تعالى به عليم. لكن لمن تدبر، لمن قرأ القرآن ليس بنور البصر فقط، ولكن بنور القلب وبنور البصيرة. هذه السورة سورة العصر يروى أن عددا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقرؤونها عندما يتفرقون من مجالسهم ليذكر بعضهم بعضا بالمعاني الغالية والنفيسة والترغيب والترهيب الذي في هذه السورة. نعم، كانوا عندما يتفرقون من مجالسهم يذكر بعضهم بعضا بهذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة أقسم الله سبحانه وتعالى في بدايتها بالوقت، اختار وقت العصر. الواو هنا واو القسم، والعصر يقسم الله عز وجل بوقت العصر. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما يشاء على ما يشاء. ليش الله عز وجل أقسم بالعصر؟ لبيان أهمية الوقت في حياتنا. انتبهوا للوقت، انتبهوا لحياتكم، لأعماركم. قدموا لأنفسكم من الخير ومن البر ومن الإحسان الشيء الذي تفترشونه أنوارا في قبوركم، والذي يبيض الوجوه بين يدي الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والعصر
قيمة الوقت الأنفاس. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضه بعضا في سباق مع الزمن إلى قيام الساعة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ليل يمر نهار يذهب ويأتي ليل من بعده لمن أراد أن يتذكر، أن يذكر، أن يأخذ الدرس والعظة ويزرع الخير ويزرع البر ويحصد من الأجر ما يجده يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نعم، والعصر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. لماذا يقسم المولى عز وجل وعلى أي شيء يقسم؟ إن الإنسان لفي خسر، كل البشر كل المخلوقات في خسران مبين إلا الذين آمنوا. استثناء يخرج ما بعده عن حكم ما قبله. كل الناس في خسران، في ضلال، في ضياع، إلا فئة واحدة هي الناجية، هي التي تمسك بطوق النجاة. من هم يا رب؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، صدقوا باللسان بالجنان، ونطقوا باللسان، وعملوا بالجوارح والأركان. أحبتي، إخوتي، أخواتي، الإيمان ليس بالقول فقط. لا تكتفي بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، أو أنك تقول قد آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره فحسب. لكن الإيمان بعد النطق باللسان والتصديق بالقلب والجنان لابد أن يصدق بعمل الجوارح والأركان. ولذلك قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدليل على إيمانك الصادق وإنك مؤمن حق هو العمل الصالح اللي بعد تلفظك بالإيمان. وتواصوا، الله أكبر، لما تحس بنعمة الله عليك تستشعر نور الهداية ما تبخل على الناس. تواصى، وصي بعضنا بعضا، ذكر القريب والبعيد، الأقربون والأبعدون بطاعة الله عز وجل. قل للمقصر أنت مقصر، خذ بيد تارك الصلاة، خذ بيد الضال، ذكر العصاة بنور الله عز وجل حتى تردهم إليه ردا جميلا. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد لنا كمؤمنين أن نتواصى بالحق، نوصوا بعضنا بالحق ونقول الحق في أي وقت وفي أي مجال وبالأسلوب اللي يرضي المولى عز وجل، ليس بالعنف، ليس بالعلو، ليس بازدراء الناس، ولكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نطرق قلوب الناس برفق وبلين وبحب وبود، ما نبشرهم بالنار، ما نجي للواحد نقول له أنت ربي والله ما يتوب عليك، أنت ضال، أنت عاصي، أنت كافر، أنت مبتدع. خذوا الناس باليسر وباللين وحببوهم في شرع الله عز وجل. إذن هذه هي سورة العصر، قصيرة في عدد آياتها، قليلة كلماتها، ولكنها لو نزلت هي وحدها لكانت حجة على الناس أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام ربي عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
الله